النهارده عايز ابدا حلقتي بالتحكيم، التحكيم المصري. احنا لسه في الاسبوع الثالث وشفنا اخطاء تحكيميه بالكوم. فعايزين نتكلم، هل الاخطاء التحكيميه دي مقصوده ولا اخطاء تحكيميه هي جايه كده غلطات، خطا بشري ولا ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف. يعني بتفرج على ماتشات يعني في الدوري الممتاز، شفت الزمالك والمحله، خطا غير طبيعي للكابتن محمد عبد القادر مرسي، وهدف لنادي الزمالك بيتحسب الكره بعيده عن خط المرمى بمتر واتحسبت هدف، كان ممكن من حامل الرايه. شفت هدف في النادي الاهلي، بتروجيت والاهلي 2-2، وكان هدف التعادل لنادي بتروجيت وكانت اوفسايد، وحامل الرايه المفروض واقف مع اخر مدافع في النادي الاهلي، والكره اوفسايد واتحسبت وعدت. شفت اخطاء امبارح في ماتش الاسماعيلي والاتحاد السكندري، الكابتن محمود عاشور حكم المباراه وضربه جزاء يعني ما تعديش على اي حد. ضربه جزاء للنادي الاسماعيلي، مهاب سعيد تم عرقلته من مدافع نادي الاتحاد السكندري، وخطا غريب جدا وكان لازم ضربه جزاء. مش عارف الحكام هل بتعاند مع الجماهير ولا الحكام بيبقى في حاجه مش عارف. يعني برضو دايما بيقول لك ان في عناصر بالنسبه للحكم، عامل نفسي، عامل فني، عامل بدني، عامل تدريبي. الحكم لازم يبقى مؤهل ومثقف، وفي حاجات كتير جدا. لكن في حاجات حصلت امبارح غريبه جدا في ماتش الزمالك وطلائع الجيش. كابتن جهاد جريشه 3 لمسات يد داخل منطقه الجزاء، ولا واحده اتحسبت، وفي نفس الوقت بيقول لبعض اللاعبين في نادي الزمالك لو جت 10 مرات ولا 100 مره مش هحسبها. يعني دي واحده، ودي كان برضو في خبراء تحكيم. انا مش انا اللي بطلع اتكلم في التحكيم والكلام ده، لكن حاجات شفناها عايزين نتكلم. هو ملف برضو، يعني احنا لسه في الاسبوع الثالث من الدوري الممتاز، الاسبوع الثالث يعني لسه بدري، احنا في بدايه الدوري، وماتشات بتتغير نتيجتها بسبب الحكام، واخطاء صعبه يعني ما بنشوفهاش. في دي برضو واحده الثالثه، كرة وقفت تحت، يعني سامح حسن مدافع فريق طلائع الجيش خبط في ركبته وبايده ووقفت تحتيه، يعني راح لمهاجم نادي الزمالك. فكان في امبارح بصراحه تعنت، والقصه مش في الحكام. يعني عايز اتكلم في موضوع ويمكن ناس كتير كلمتني فيه، في تدخل في تعيين الحكام في الدوري المصري. قبل كده كابتن محمد حسام، فاكرين كابتن محمد حسام رئيس لجنه الحكام السنه اللي فاتت واللي قبليها، كان بقاله 3 سنين في التحكيم كابتن محمد، والراجل قدم استقالته اكتر من مره. ركزوا مع كلامي بشكل كويس، كابتن محمد حسام قدم استقالته اكتر من مره من لجنه التحكيم بسبب التدخل في تعيين الحكام. الراجل ما كانش بيسمح، كابتن محمد حسام ما كانش بيسمح ان حد يكلمه في موضوع التحكيم، انه حد يدخل حكم ولا يعين حكم لمباراه معينه او الكلام ده. طبعا كابتن محمد حسام ما تحملش الضغط من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره. هو في واحد على وجه الخصوص، وهو مش هقعد اخبي بقى واقول واحد مش عارف هو عارف نفسه، واحد مش عارف ايه، لا، هو الكابتن حازم الهواري عضو مجلس اداره اتحاد الكره بيتدخل في تعيين الحكام في ماتشات معينه، وبيجبر الكابتن عصام صيام رئيس لجنه الحكام اللي هو يحط حكام في ماتشات معينه. الكابتن حازم الهواري كان بيتدخل ايام الكابتن محمد حسام، وكانت دايما خلافاته لو تفتكروا السنين اللي فاتت مع الكابتن محمد، وعايز يمشي الكابتن محمد حسام عشان كابتن محمد حسام كان راجل شخصيته قويه، ما كانش بيرضى ان حد يتدخل في تعيين الحكام او اي تدخل في اختصاصاته كرئيس لجنه الحكام. الراجل زهق واتكلم في الكلام ده كتير، وشويه يقول لهم انا همشي، اتحاد الكوره يتمسك بيه. كابتن حازم الهواري كان طبعا عامل قالب الدنيا عشان كابتن محمد حسام يمشي، وفي نفس الوقت ما كانش كابتن محمد حسام مديله اي فرصه يتدخل في موضوع الحكام. لكن دلوقتي خلاص الملعب مفتوح للكابتن حازم الهواري، يحط الحكم ده، يسلط الحكم ده. ومش عايز اتكلم الكلام ده في موضوع الحكام. الحكام اساسا المفروض دول قضاة الملاعب، يعني لازم يبقى فيه العدل. وانا ما بقولش على الزمالك بس امبارح، بقول على الاهلي لما دخل في مرماه هدف من بتروجيت من تسلل، بقول على غزل المحله اللي دخل في مرماه هدفين من نادي الزمالك، والهدف الثاني اختلفوا عليه، الكره جت في ايد عمرو زكي ولا ما جاتش. لكن بتكلم على الهدف الاول، الكره خبطت في العارضه ومتر بعيد عن خط المرمى. بتكلم على الاسماعيلي والاتحاد امبارح، واحنا بنتابع الماتشات كلها، ضربه جزاء فاضحه للنادي الاسماعيلي، كابتن محمود عاشور ما بيحسبهاش، مش عارف ايه السبب. حاجات كلها سهله جدا للحكام. لكن انا عايز اتكلم في نقطه، وانا عارف ان كل حكامنا في مصر، ده الهدف انا بقول لكم بتاع بتروجيت، يعني ممكن هتلاقي فيه ايه، اللاينز مان مش واقف صح ومساعد الحكم، لكن في حاجات فاضحه، في حاجات ما ينفعش، منها هدف المحله، هدف الزمالك في المحله.
وكره بعيده متر. امبارح 3 ضربات جزاء او 3 لمسات يد، هنقول الحته دي تقديريه للحكم، لكن 3 مرات ويبقى في عند من حكم عايز يخسر فرقه او ما يكسبش فرقه، دي بتبقى صعبه جدا. وعايز بقى يا جماعه الكلام اللي انا بقوله وانا بقول لكم على مسؤوليتي، كابتن حازم الهواري يبعد عن الحكام ويبعد عن تعيينات الحكام ويبعد عن التدخل في اختصاصات رئيس لجنه الحكام اللي هو الكابتن عصام صيام. ولازم الكابتن عصام صيام يبقى اقوى من كده، لازم يبقى ليه شخصيه، لازم ما يخليش حد من مجلس الاداره يبقى يتدخل في الحكام وفي تعيينهم. رئيس لجنه الحكام لازم يبقى قوي زي الكابتن جمال غندور، لازم يبقى قوي زي الكابتن محمد حسام. وقلت لكم الكابتن محمد حسام استقال اكتر من 4 مرات واعلنها بسبب تدخل اعضاء مجلس الاداره وخصوصا الكابتن حازم الهواري. بتتكلموا وبتقولوا التعصب ليه في الملاعب زاد بسبب الاخطاء دي. لما الجمهور بيحس ان في حكم متعنت، حكم جاي ليه هدف معين، حكم مش عارف ايه، جمهور الاهلي هيسخن، جمهور الزمالك هيسخن، جمهور الاسماعيلي هيسخن، هيبقى في شغب، هيبقى في تعصب، هيبقى في انفلات، مش هتقدر تتحكم في الناس. واحنا لسه بنقول احنا في الاسبوع الثالث من الدوري الممتاز، لسه بدري والدوري السنه دي طويل. حصل كده في 3 أسابيع، امال هيحصل ايه في الباقي؟ لازم الحكام ما تاخدش اوامر من حد. وانا عارف ان معظم حكام مصر حكام شرفة، حكام شرفة، حكام محترمين. لازم يبقى كل حكم بيركز بشكل كويس. نهوض كرة القدم المصرية وقوة الدوري المصري من قوة التحكيم. مش هنقول التحكيم بس، لكن عنصر مهم جدا جدا جدا. كابتن محمد حسام معايا على التليفون، رئيس لجنة الحكام وحكمنا الدولي السابق الكبير، رئيس لجنة الحكام السابق طبعا. كابتن محمد ازي حضرتك؟ اهلا كابتن كريم، ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ اخبارك عامل ايه؟ يا كابتن محمد، عمر حضرتك استقلت ليه من لجنة الحكام؟ لا انا استقلت كتير. يعني انا اكثر من مره استقلت الحقيقه بقى. يعني اقوى سبب خلاك تستقيل من لجنة الحكام يا كابتن محمد؟ مش عاجباك، كان يبقى المتاخرات للحكام كتير، ما انتش قادر تعمل حاجه. كان في بعض يعني محاوله التدخل في شؤون التحكيم من حد او اخر، وده مرفوض طبعا شكلا وموضوعا. بيتدخلوا يعملوا ايه يا كابتن محمد؟ يعني التدخل بشكل او باخر. يعني بص يا كابتن كريم، لازم نتكلم ونبقى صراحه. لما نتكلم في الاتحاد الانجليزي لكره القدم وهم يعني اصل كره القدم، هتلاقي في اتحاد مستقل اسمه اتحاد حكام انجلترا. اتحاد حكام انجلترا ليس له علاقه بمجلس اداره اتحاد الكوره. لان يا كابتن اتحاد الكوره مين اللي بيجيب الاعضاء؟ الانديه، والانديه ديت هم الجمعيه العموميه بتاع الاتحاد. والاعضاء بتوع اللي بينتخبوهم هم اللي بيجيبوا لجنه الحكام. فيبقى المساله دايره مفرغه. لان النهارده انا يا عضو مجلس اداره عايز ارضي الانديه، ما يهمنيش الحكام في حاجه. عايز يرضي الانديه، فعايز ايه؟ يضغط او يتدخل في شؤون التحكيم، ربما لصالح الانديه او حتى ربما حتى لمجرد التدخل في حد ذاته، وهذا امر مرفوض. تمام. الاتحاد الانجليزي لكره القدم او اتحاد حكام انجلترا مستقلين تماما عن بعضهم. لجنه الحكام او اتحاد الحكام هو اللي بيحط السياسه، واللي بيرقي الناس، بيعين الحكام، بياخد القائمه. كابتن محمد انا عايز اقول لك معلومه، انت عارف ان الكابتن حازم الهواري اعلن لاحد الصحفيين يعني في الاعلام واكتر من حد، ما الامور ما كانتش منتشره يعني، لكن اعلن لناس معينين ان حضرتك هتمشي قبل ما حضرتك قدمت استقالتك ب4 أسابيع، وان القادم هو هيكون الكابتن، او سوري 4 شهور، وان اللي جاي كرئيس لجنه الحكام هيكون الكابتن عصام صيام. والله انا ده خبر جديد بالنسبه لي، لكن انا عارف ان هو انا عارف، وكان عندي يقين ان اول من سيرحب باستقالتي هو كابتن حازم. وانا ليه طيب؟ ليه كابتن حازم كان بيرحب باستقالتك؟ وانا عارف المساله ما تفرقش. كابتن محمد انا عارف ان حضرتك راجل صادق وراجل امين، راجل محترم، وانا قلت الكلام ده في بدايه حلقتنا. كنت عايز ترفع مستوى التحكيم وما بتحبش حد يتدخل بشغلك طبعا، وفي نفس الوقت استقلت اكتر من مره، وكان السبب الاقوى تدخل في اختصاصاتك او في الحكام، وحضرتك رئيس لجنه الحكام. ليه الكابتن حازم الهواري كان دايما مختلف مع حضرتك في سياستك كرئيس لجنه الحكام، وكان دايما معارض ليك، وكان دايما عايز يمشيك، وكان دايما بيضايقك؟ لا هو شوف، هقول لك على حاجه لازم نعترف بيها. هو جرى العرف على مدى سنوات طويله جدا ان كابتن حازم كان له كرسي في لجنه الحكام، ممكن يطلع يقعد معاهم دايما ويتناقش معاهم ويتكلم معاهم، وكان له يعني علاقه طيبه بلجنه الحكام وكل الحكام.
هذا الكلام لابد ان يكون مرفوض، مش عشان حازم ولا عشان علي ولا ابراهيم، لا، مرفوض بشكل عام. انا النهارده انا مسؤول عن التحكيم، ما حدش يخش في شغل نهائي. وده كان احد شروطي قبل ما اتولى المأمورية. قبل ما اتولى المأمورية كان في ليها شروط 3، ما فيش حد يتدخل في شغلي اطلاقا. نمرة 2 ما حدش يشكل لجنتي، انا اللي اشكلها. نمرة 3 احنا الحمد لله بنشتغل متطوعين من غير فلوس. وعايز اقول لك ان كان اللواء حرب الدهشوري وراح الله يبارك بالخير وراجل زي الفل، وادى قرار لما كان هو رئيس الاتحاد وكنت انا رئيس الحكام، ممنوع اي عضو من اعضاء مجلس اداره يطلع اوضه الحكام. وكان ذاكر بالتحديد، انا بقى هقول لك المعلومه وحضرتك عارفها. ذكر اللواء حرب الدهشوري رئيس اتحاد الكره السابق ان الكابتن حازم الهواري ما يقربش من الحكام. انا مش هقول حازم لان انا لا، وانا بقول لك كابتن حازم، لكن هو الكلام اللي اتناقشنا فيه قال لك ممنوع اي عضو من اعضاء الاتحاد انه يطلع اوضه الحكام. بشكرك يا كابتن اتفضل. يمكن كان المشاكل الكتيره الموجوده من اول انا ما توليت، كان الجهاز الاداري والجهاز الاتحاد وفي لجنه الحكام، وكان محاوله ان نعرف اسامي الحكام، طب الحكم ده مين، طب اديته الماتش لمين. كان في تحكيم شديد، ولذلك كنت بغير الماتشات ساعات الساعه 12 بالليل والساعه 1 بالليل عشان اضمن ان مفيش حد عارف الاسامي. بشكرك يا كابتن محمد حسام، طبعا حكمنا الدولي السابق الكبير ورئيس لجنه الحكام السابق. يا جماعه انا ما بقولش حاجه من عندي، كابتن محمد حسام شخصيه كبيره، شخصيه محترمه. الراجل بيقول اهو بالدليل الكلام اللي انا قلته، انا مش بتهم حد، لكن انا بقول كابتن محمد حسام اهو جبته، الراجل بيتكلم وبيقول في تدخل كان في عمله في اتحاد الكوره في لجنه الحكام، وكان اعضاء مجلس الاداره. وعلى وجه التحديد عشان تبقوا عارفين، كابتن محمد حسام قالها قبل كده كذا مره، لكن هو مش عايز يقولها على الهواء، ان الكابتن حازم الهواري كان بيطلب تعيين حكام محددين، والكابتن محمد حسام استقال بسبب الموضوع ده. انا بوجه كلامي بقى للكابتن حازم الهواري وبقول له يا كابتن حازم، انت هتكون السبب في بوظان الدوري المصري، انت هتكون السبب في التعصب، انت هتكون السبب في ان التحكيم المصري ما يكونش كويس الفتره الجايه بسبب تدخلاتك. اتحاد الكوره مش عزبتك، لجنه الحكام مش عزبتك، لازم محدش يتدخل في العمل لجنه الحكام في الاتحاد المصري. وما تجيش بعد كده تقول اصل التعصب، اصل العقوبات، اصل هتعمله. عايزين الدوري كل فرقه تاخد حقها، الاهلي ياخد حقه، الزمالك ياخد حقه، الاسماعيلي، الفرق الصغيره. لازم يا جماعه تظبطوا النقطه دي، وانا قلت لكم قبل كده واعلنتها، وكابتن محمد حسام اهو بيقول دلوقتي رئيس لجنه الحكام السابق كان في تدخلات، مش بقول الكلام من عندي، كابتن محمد حسام هو اللي قال.